السلام عليكم، والفيديو الثاني من سلسلة حلقات أو الست حلقات اللي قلنا هنعملهم إن شاء الله في التوقف الدولي. عملنا أول حلقة عن مانشستر سيتي، تاني حلقة إن شاء الله حلقة النهاردة اللي أنت كده عرفتها من العنوان اللي هي عن أرسنال. الحلقة الجاية إن شاء الله ممكن تشيلسي أو مانشستر يونايتد، ممكن نعمل بس الأول مانشستر يونايتد بعد تشيلسي وكده. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين حلقة مين الأول. فحاجة بس نسيت اقولها في الفيديو بتاع مانشستر سيتي اللي فات، ما توقعتش انه ممكن ينهي في الدوري في المركز الكام. انا كنت برضو مخطط ان احنا نقول في كل فيديو الفريق اللي هنتوقع له او نشرح له اسلوبه في الثلاث جولات اللي لعبوهم هينهي الموسم في انهي مركز في الدوري. فانا اتوقع ان السيتي مستحيل ينهار كده ويبقى في مركز رابع او ثالث في تاني موسم على التوالي، الا لو استمر كما الحال عليه. فنتوقع له ان هو ممكن يبقى في التالت او التاني، بس انما يكسب دوري لا ما توقعهاش. اتوقع ان يكسب الدوري الفرقه اللي هنتكلم عنها قدام شويه ان شاء الله، هي مش ارسنال بس فرقه تانية. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حلقه جديده من حلقات توقف الدولي. النهارده ان شاء الله حلقه عن ارسنال زي ما قلت، فنخش في الموضوع الحلقه على طول. فنبدا. ارسنال لعب اول ماتش قدام مانشستر يونايتد بيكسب 1-0، بس الاداء مش مقنع، والاداء مفيهوش حاجه مختلفه عن الموسم اللي فات. بيكسب 1-0 حتى مش من لعبه ملعوبه، من تكتيك محفوظ. كرة ركنية عالية، المدافعين بيلخبطوا الحارس فيطلع كرافيوري يسجلها جول، بس زي الموسم اللي فات كورنر جول كورنر جول. ارسنال بتكسب ازاي؟ والله بيجي كرة ثابتة كورنر جول، ده اللي بيكسبوا بيه. تمام. طيب هل الماتش ده كان فيه اخطاء؟ هو اخطاء مش تكتيكيه، هي اخطاء فكريه من ارتيتا. ارتيتا جبان قوي قوي، بيخاف يفتح هجومه ويسجل بدل 1-2. انت ممكن تخسر الدوري على فكره بفرق الاهداف مش بفرق نقط، وده شفناه قبل كده كتير في الدوري يعني. يا حبيبي هاجم، ما تجيش قدام الفرقه الكبيره وتدافع. هم بيروحوا وانت لازم تروح برضه، ما بيفتحوا خطوطهم، انت استغل كده وروح بقى. الاداره مش حرمك من كل حاجه، مش حرمك من حاجه، كل حاجه موفرها لك. صفقات موجود، مهاجم جبنا، بجناح جبنا، قلوب دفاع جبنا لك بديل مشكله، خط النص جبنا لك، خط النص كل حاجه موفرها لك. ليه ما بتهاجمش؟ ليه ما بتغيرش فكرك ده؟ بيبدأ الماتش جيوكيراس بيلعب أساسي، الصفقة الجديدة، وكمان بيلعب ساكا ومارتينيلي. هما بعد الماتش بتاع ليدز على طول كانت بيقدموا صفقة ايزي اللي حسموها قبل ماتش ليدز بكام ساعة كده، تقريبا 5-6 ساعات، وقدموه في الماتش. هو هيلعب ماتش ليفربول بس مش هيلعب ماتش كامل، هنتكلم عنه دلوقتي. فبينتهي الماتش وارسنال كسبان اليونايتد 1-0، وامورين بيطلع يقول لك احنا قادرين نكسب كل الفرق، اثبتنا لهم ان احنا قادرين على الفوز على اي فريق. وارتيتا يقول لك جورديلاس لسه ما انسجمش والكلام ده كله. طيب ده الماتش الاولاني لارسنال. الماتش الثاني ليدز يونايتد بيلعب ليدز، بسم الله ما شاء الله يعني، فوز ساحق على ملعبه 5-0. جيوكيراس بيسجل. بس المشكلة كمان ان الماتش ده فيه اصابات، والاصابات ديت اللي عطلت ارسنال في ماتش ليفربول تكتيكيا يعني على الاقل. ما كانش بيلعب بالقوام الاساسي كله. اوديجارد كان متصاب بس كان موجود في ماتش ليفربول دكة. ساكا ما كانش موجود وهيغيب لسه شوية كمان حتى بعد التوقف الدولي اللي هما اتصابوا. ماتش ليفربول كمان اتصاب جابرييل ساليبا اسف في الهامسترنج، دي الإصابة اللي اتصاب بها ساكا برضه الموسم اللي فات. فقلنا ان فليز كسبوا 5-0 وتكتيكات رائعة وفوز كبير. قلنا بس مش ليدز برضه الفريق اللي انت تقيس عليه خط هجومك او تقيس عليه مستواك. ليدز تقريبا الموسم ده اي حد هيعدي من الفرقة الكبار هيلطش له، لو اي حد شادد حيله شوية معاه خط هجوم كويس هيلطش له. منكدبش على نفسنا ومنضحكش على نفسنا. طيب الخسارة الثالثة او الماتش الثالث اسف قدام ليفربول، خسارة قدام ليفربول بهدف سوبوسلاي، هدف فاول جامد جدا ورائع في الدقيقة 83.
ماتش ما كانش يعني في ند كبير. حتى ارن سلوت طلع عن بعد الماتش ان الماتش ده ممل جدا ومفيش فرص كتير، ويعني يعني الارسنال ناقص في الهجوم زي ساكا وهافرتس كمان اللي كان مصاب في بداية الموسم. يعني رايا برضو بيشيل شوية كور بس. في الاخر ليفربول قدر يكسب. حتى ليفربول برضه لما نيجي نتكلم عن ان شاء الله في الفيديو بتاعه او حلقته هنتكلم برضه ان هو بيكسب كده ماشيه معاه بصراحه، ما تضحكوش على نفسكم، ماشيه معاه يعني بالبركه. والله ماتش نيوكاسل كان نيوكاسل استحق ان هي تكسب. ماتش ارسنال انا بصراحه ما فكرتش على الماتش، بس الناس اللي بتتكلم عليه وملخص الماتش بيقول كده ان ارسنال كانت تستحق انها تكسب. بيكسبوا حلقتها بفاول، ضربه ثابته بشوطه كده تخبط في اي حد وتخش. ده مش مستوى ليفربول برضه اللي ينافس على اللقب. ليفربول هيقع وارسنال هتقع والسيتي هيقع وكل الفرق هتقع، بس ليفربول محتاج يشد نفسه شويه. طيب ارسنال محتاج ايه بقى بعد التوقف الدولي؟ محتاج ان ارتيتا ما يخف شويه جبن ويركز في ايه؟ يركز في الهجوم شويه. الدفاع بسم الله ما شاء الله كويس، خط نص كويس. الهجوم بقى محتاج تزود خطورتك شويه. يعني ما تجيبش واحد ترجع تدافع ليه؟ لما انت قادر تسجل واحد واثنين وثلاثه. معاك ايزي، معاك جوكيروس، معاك ساكا، بديلو نوانيري الشاب الكويس جدا، وفي شاب كده مش عارف اسمه ماكسيمان او حاجه زي كده، مش فاكر اسمه بصراحه، عنده 15 سنه وده شاب كويس جدا انجليزي. وعندك في كل مركز بديل او اتنين. استغل ده وحاول انت تسجل اهداف، وحاول تعمل روتيشن من اللعيبه عشان الاصابات. جو كيروس محتاج لسه ينسجم عشان اللغه وما ضربش معاهم كتير وكده. وايزي معاك فتره توقف دولي. استغل بقى انت تنسق ما بين اللعيبه وتفهمهم الاسلوب بتاعك واسلوبهم يبقى عامل ازاي. بصراحه تقريبا الوحيد اللي كان متالق في الثلاث ماتشات دوت هو تيمبر اللي في ماتش ليدز، عمل شغل جيد جدا وممتاز، سجل وصنع. وجوكيروس كمان. ماتش ليفربول ما كانش في حد بارز قوي، ما حدش عمل حاجه هجوميه قوي، يعني لعب مدويكي ولعب مارتينيلي وما كانش فيه الخطوره الكافيه ليهم اللي هم يسجلوا يعني. ده حلقه ارسنال. كمان ما كنتش كترت في الكلام او كلمت كتير. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تتفرج على الفيديو اللي قبل كده بتاع مانشستر سيتي. ده ان شاء الله فيديو ارسنال. استنوا فيديو جديد من سلسله حلقات التوقف الدولي.